أنا حسين حمدوش، موظف مزار شهداء الحكومية من عام 2018. هنا أنا كمسؤول عن المزار، يعني نعتني بالمزار بشكل عام، بالقبور يعني. و يعني هنا احنا مهتمين مثل ما تقولين يعني بأثر من أثر الشهداء. هم صحيح يعني انتقلوا إلى رحمة الله يعني، بس ذكراهم موجودة، وإحنا نحاول إنه تظل ذكراهم موجودة يعني. هذا أكثر شيء نحاول نحافظ عليه ونعتني بالذكرى اللي هم خلوها هنا يعني، مشان نقدر إحنا نكمل بعدهم يعني، ونكمل مسيرتهم، لأن هم الشيء اللي قدموه إحنا ما راح نقدر نقدم شيء بسيط مقابل الشيء اللي هم قدموه يعني. هم قدموا أرواحهم يعني مشان إحنا نقدر نعيش، وإحنا إيش قد يعني، بس إنه تظل لهم ذكرى يعني. صار مزار شهداء الحكومية هين، تظل ذكرى لهذول الشهداء اللي قدموا حياتهم. كوني أنا من عوائل الشهداء يعني، وأخوي الشهيد فاضل الصالح، توظفت هنا بالمزار يعني تأحيي ذكرى أخوي الشهيد، لأنه قدم روحه مشان يعني أنا أعيش وغيري يعيش. وإحنا هنا بمزار الشهداء يعني نحاول قدر الإمكان يعني نخلي ذكراهم موجودة بالحياة يعني. هم صحيح انفقدوا، بس نخلي ذكراهم موجودة. هذا أكثر شيء خلاني هنا يعني إني أجي ومثل يعني أقدم شيء بسيط مقابل الشيء اللي قدمه أخوي يعني. كونه يعني هو قدم روحه، أنا يعني بس بدي إنه يظل ذكرى عايشة بالدنيا، وأنا يعني بدي أكون يعني أعطي صورة كويسة عن أخوي يعني، لأنه أخوي شخص يعني يحب الروح الرفاقية، وقدم روحه مقابل أنه رفاقه يعيشوا. وإحنا إن شاء الله أنه نكمل مسيرة الشهداء، وأنه تنتصر ثورتنا، ثورة الشعوب، أخوة الشعوب. لأنه هذا المزار بيو من جميع الطوائف، عرب وأكراد وسريان، ومن جميع الطوائف موجودة. وأنا كمشرف على هذا المزار يعني ما عندي فرق بين انه هذا قبر شهيد كردي ولا هذا قبر شهيد عربي ولا مسيحي ولا آشوري. وان شاء الله انه ثورتنا تنتصر، ودماء شهدائنا يعني يكون لها ثمرة. أنا أم فيصل، أم الشهيد فيصل، وزوجة الشهيد أبو فيصل سعود خليل علي، موظفة بمجلس عوائل الشهداء الحكومية. بداية تأسيس المزار 2018. أول ما أسسوا المزار اشتغلنا فيه، كنا كل ما نشيع شهيد كأنه يوم زفاف ابني يعني. ابني استشهد بال 2017. ابني تم تشييعه بمزار السكرية تل الأبيض، وبعد منها زوجي. بالبدايات أنا يعني مثل اللي دخلت بعالم يعني حزن، بس بعدين وقت اللي طلعت واشتغلت بمجلس عوائل الشهداء وشيعنا الشهيد هون فارس محمد الفارس، أول شهيد، هو ورفاقه من حزيمة. بالبدايات تحاصروا بالرقة، شاركوا بتحرير الرقة وتحاصروا بالرقة مدة 7 أيام. تم يعني حرقوهم، داعش حرق. زوجي كان بنفس الوقت عضو قوات سوريا الديمقراطية، شارك بتشييعهم الشهيد سعود خليل علي. وبعد ما شيعهم ب3 أيام زوجي استشهد. كنت كل ما أجي على المزار، كل ما يشيع شهيد أحس إنه اليوم زفاف ابني،
اليوم تشييع ابني يعني. بس كنت أرتاح يعني، أرتاح وقت اللي أجي وأشارك وأشيل المأساة مع الأمهات والزوجات وأشوف الأطفال، أحس وجعنا واحد يعني، مو بس أنا يعني، اندمجت الدماء كلها بين عربي وكردي ومسيحي وسرياني يعني. وقت اللي أشوف إنه الشهداء كلها تنزف مثل ما نزف ابني، أحس بفخر يعني، فخر مع كل شهيد. أعتز أكثر وأرفع راسي أكثر إنه في عنا نحن أبطال عم بيشاركوا بالمعارك وعم بينتصروا، وإن شاء الله رح ينتصروا إن شاء الله. وانتصرنا وحققوا، هم حققوا انتصارات تاريخية يشهد إلى التاريخ يعني، مثل أبطالنا شهدائنا، إن كان بالكرامة ولا بمزار الحكومية ولا بالطبقة ولا بالسكرية يعني. الشيء اللي ساووه ما في قوة بالعالم قدرت تساويه يعني. هزموا أقوى تنظيم، هو تنظيم داعش، اللي ما قدر حدا يحاربه. نحن أولادنا حاربوه وهزموه، وإن شاء الله نحن رح نسير على خطاهم ورح نحقق انتصارات، لأني بفضل دماء شهدائنا نحن وصلنا لهالمكان هذا. صرنا بمرحلة نحن يعني نعتز فيها. وقت نقول أنا أم شهيد، أحس إنه أعمار البلد ونجاح البلد كلها على دماء الشهداء، بفضل الشهداء، ونعتز فيهم. ووقت اللي يعني كنت أروح أوقف عند أم شهيد، أحس بنفس معاناتها، بس إني أحاول أصبرها، أقولها ارفعي راسك، ابنك ما مات، ابنك شهيد عند الله في سبيل الوطن، مو ما مات، هذا ما مات، لا، هذا رح نمشي على خطاهم نحن يعني. ما عم ندفنهم نحن عم نزرعهم، تا نحن نمشي على دربهم ونسجل ملاحم وتاريخ يعني يشهد له العالم كله. أنا واضحة هلال الفارس، أم الشهيد مجد حبيب الفارس، ملقب بوطان كوباني. ابني استشهد بعام 2021. أول شيء يعني انصدمنا، قلنا مجد كنا فاقدينه يعني، ما نعرف عنه شيء، قلنا لا حول ولا قوة والصبر والجبر على الله. بعدين لما شوي الرفاق قاموا يجونا ويروحوا ويزورونا وتعرفنا عليهم واخذوا علينا واخذنا عليهم. اني ما افتخر يعني بس بابني، اني الي الافتخار بكل الشهداء هذول كلهم ابنائنا، اولادنا، دافعوا عن وطنهم، عن شرفهم، عن عرضهم، عن ناموسهم، هذول ابطال نفتخر بيهم، نرفع روسنا بيهم. اني لما اجي على المزار مقبرة الشهداء الحكومية، اني صحيح ابني ما له قبر هنا، مو موجود مع القبور، بس اني لما افوت احس هذول كلهم ابنائي، كلهم افتخر بيهم، كاني فايت على جنة مو على مقبرة. هذول ابطال، مو هم ميتين، هذول ارواح دافعوا بدمهم بعرضهم ناموسهم دفاعا عن وطنهم. إلنا الافتخار بيهم، لما نفوت كأننا فايتين على جنة مو فايتين على مقبرة. حبيب الفارس أبو الشهيد بوطان كوباني، رئيس مؤسسة عوائل الشهداء بالحكومية. أنطيكم صورة عن حياة ابني الشهيد بوطان كوباني. أول شيء فقدناه بال2000 وبال2011 ما نعرف عنه شيء. صار ضرب على الرقة، هو طلع
على اتجاه، وإحنا طلعنا على اتجاه ما نعرف عنه شيء، مع أخوته 3. بعد شهر رجع علينا الوسطاني، وهو بعد 4 أشهر 5 أشهر، لا بعد 7 سنين اجانا خبره انه مستشهد. ان شاء الله انه تكون الثوره ثوره خير، وان شاء الله يكون اتجاهها صحيح بابنائنا، وان شاء الله الثوره ما هي ثوره اكراد او ثوره عرب او سريان، او ان شاء الله ثوره يعني إلها اتجاه صحيح. الثوره هذه ان شاء الله انتصرت بانها باخوه الشعوب، وهي المكون الاساسي الديمقراطي. كللوه بالورود وعزفوا لحن الشهيد، كللوه بالورود. والرحمة لشهدائنا، أتمنى الشفاء العاجل لجرحانا. كوني أم شهيد راح نسير على درب شهدائنا الذي ضحوا بدمهم ومشوا على هذا الطريق، وإن شاء الله كنا نمشي على طريقهم، لأنه طريقهم هو طريق النصر وطريق الصح. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية للقائد عبد الله أوجلان رمز الثورة. رسموا لنا الطريق، طريقة الحياة الحرية يعني، وقدموا أرواحهم مشان هذا الشيء، وإحنا إن شاء الله أن نقدر نكمل مسيرتهم ونخلي ذكراهم موجودة يعني. وبفضل شهدائنا والرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر المؤكد لقوات سوريا الديمقراطية إن شاء الله. فجرا يملأ الأرجاء طهرا، قد رأى في الأفق فجرا يملأ الأرجاء طهرا، يجري في الشريان عطرا، يلثم الطيب السكين، يلثم الطيب السكين. كللوه بالورود وعزفوا لحن الشهيد، ليس عنا بالبعيد من حنايانا قريب، من حنايانا قريب. قد مضى نحو السماء كشعاع كضياء، قد مضى نحو السماء كشعاع كضياء.